إن الحمد بيد الله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الياقوتة نادرة، كنز من كنوز الروحانيات الربانية. موضوع كبير بزاف، واللي فهمو غادي يبدا طريق جديدة في الحياة ديالو، طريق فيه نور، فيه حكمة، فيه تواصل مع عالم غيبي ما فيه لا شعوذة لا دجل لا تمويه. موضوع اليوم هو كيفاش ترجع تواصل مع الملوك الربانيين ديالك، الأملاك اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى وعطاهم تصريف في الكون وجعلهم معاك ومعايا، غير حنا اللي بعاد وما عرفناش كيفاش نوصلوا لهم. وقبل ما نبداو كنبغي نأكد على نقطة مهمة جدا. أنا ماشي راقي ولا ساحر ولا دجال، وما كنديرش الإشهار. حذاري من الناس اللي كيتسماو بالاسم ديالي وكياخدوا الفيديوهات ديالي كيحطوهم في مواقع اخرى بالاسم ديالهم وكيقولوا انا هو الشريف التيجاني. هادوك الناس راهم كذابين، وكنبغي منكم تبلغوا على اي واحد كيدعي انه صاحب قناة الشريف التيجاني. راني غير خادم علم، نبغي لكم الخير وما كنبيعش الوهم، واللي عنده نية صافية ربي يفتح عليه الابواب كلها. اول حاجة اخوتي، خاصنا نفهموا شكون هما هاد الملوك الربانيين. راه ماشي جن، ماشي شياطين، ماشي ارواح ضايعة. هاد الملوك هما عباد الله المخلصين، ارواح نورانية خدامين بامر الله، عندهم تصريف في الكون. منهم اللي موكلين بالرزق، ومنهم بالحماية، ومنهم بالعلاج، ومنهم اللي كيساعدوا فك السحر. ولكن غير الناس اللي قلوبهم طاهرة ونيتهم نقية، واللي فعلا باغيين الخير والنور، ماشي اللي باغيين يستعملوهم في الحاجات الدنيوية بحال الجلب والانتقام والسيطرة على الناس. راه هادوك كيطيحوا في الشرك والظلام وكيكونوا ضحية للعوالم السفلية. الملوك الربانيين ما كيحضروش بالبخور ولا بالطلاسم ولا بالعزائم، ما كيجيوش مع الشموع والرقى. هادو كيحضروا بالنية، بالصفاء، بالتجرد، بالإخلاص، بالتوجه الصافي لله سبحانه وتعالى. كاين ناس كيقولوا لك دير هاد الوصفة وغادي يجيك الملك فلان، ولكن واش فعلا انت مستعد؟ واش قلبك طاهر؟ واش نيتك لله؟ واش مازال عندك التكبر والحسد والشهوة والطمع؟ راه هاد الشي كامل كيحبس الطريق وكيخلي باب التواصل مسدود. اللي بغى يولي يتواصل مع الملوك الربانيين خاصو يرجع للروح ديالو، يتوب، ينقي الداخل ديالو، يسامح الناس، يرد الحقوق، يحبس الظلم، ويقرأ القرآن ويصلي في وقته، يتصدق، يصوم ويبكي لله. البكاء في السجود بحال مفتاح سري كيفتح بوابات من النور، وماشي اي واحد يقدر هاد الكنز. راه كاين ناس لاباس عليهم ولكن الداخل ديالهم عامر بالوسخ. والملوك الربانيين ما كيتعاملوش مع الاجسام
بل كيتعاملوا مع النور اللي في القلب. واللي بغى يبدا اول خطوه، خاصك تختار وقت من الاوقات المباركه بحال الثلث الاخير من الليل او ليله الجمعه او الايام البيض. تجلس في مكان نقي يكون الضوء خافت بحال تشعل شمعة، وتكون نقي طاهر، وتبدا بذكر الله بلا عدد بلا طمع بلا استعجال. تقول اللهم إن كنت من أهل هذا الباب فافتحه لي، وإن لم أكن فطهرني حتى أستحقه. وتعاودها بقلبك قبل لسانك، وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات، وتخلي روحك تغرق في ذكر الله. ما تنساش أو تسنى شي صوت يجاوبك ولا شي كيان يبان ليك. راه أول الإشارات كتجي في الطاقة، كتحس براحة كبيرة، دموع بدون سبب، إحساس بالنور، أحلام فيها رموز غريبة، وحتى أحاسيس كتجيك في اليقظة بحال ريحة طيبة، نسمة باردة، رعشة في الجسم، أو ضوء كيجي ويختفي. هادو هما البدايات، ولكن خاصك تكون صبور وما تتعلقش بهاد العلامات، راها هي غير إشارات ماشي هي الهدف. الهدف الخوت هو تبني علاقة مستمرة مع النور، كتولي كتستشعر الحضور الإلهي معك، كتحس أن الملوك الربانيين كيساندوك في الدعاء ديالك، اختياراتك في مواقفك. تقدر تلقى إشارات في آيات كتقراها، في ناس كيتكلموا معاك، في باب تفتح بلا ما تسناه. هذا هو التصريف الرباني، وهذا هو السر اللي خاصنا نوصلوا ليه، انك تولي متصل بعالم النور بلا طقوس بلا وسطاء بلا شعوذه بلا بخور. الناس بزاف كيقولوا لك خاصك تعرف اسماء الملوك وتلبس لباس ابيض وتشعل بخور معين وتدير نجمة داوود، ولكن راه هادشي كامل خطأ، ويقدر يدخلك في باب الطلسمة والشرك وانت ما عارفش. الملوك الربانيين ما كيحتاجوش هادشي، راه اقرب طريق ليهم هو الصدق والنية والاخلاص وكلمة يا رب في السجود تفتح ليك ابواب السماوات كلها بلا مفتاح. وخا نكونوا واقعيين، راه الطريق ماشي سهل، كاين وسواس، كاين اختبارات، كاين ابتلاءات، ولكن كل ما زاد الاختبار عرف باللي راك قريب من الفتح. وديما تبقى تقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. الضعف بين يدي الله هو القوة، والدمعة في السجود هي الصعود الحقيقي لعالم الأرواح. وماشي كل واحد غادي يشوف ملاك، ولكن كل واحد يقدر يحس بالنور، وكل واحد يقدر يوصل، غير خاصو يصبر ويجاهد نفسه ويبدل الخوف باليقين والشهوة بالتوبة والطمع بالزهد والكبر بالتواضع. هذه التحولات الداخلية هي اللي كتخلي الملوك الربانيين يقربوا لك ويخدموا معك ويصيفطوا لك المعونة بلا ما تشوفهم وبلا ما تعرف الأسماء ديالهم، ولكن كتلقى نفسك مرفوع محمي مرزوق مطمئن وعارف باللي راه كاين شي يد خفيه كتعاونك. خوتي، السر ماشي في الكلام، السر في الحال. والمالك الرباني اللي غادي يخدم معاك راه كيعرفك قبل ما تولد، وعارف دورك في هذه الحياة، وعارف توقيت الفتح. ولكن واش انت مستعد؟ واش قلبك قابل للنور؟ راه الجواب بينك وبين نفسك، وماشي انا اللي غنعطيك الطريق بداها مع الله، وانت خاصك تختار، يا اما تمشي في النور يا اما تبقى تابع الوهم. وإلا كنتي من الناس اللي فعلا باغي توصل، خليك مستمر، خليك صادق مع الله، وديما قول اللهم اجعلني من أهل القرب، من أهل المحبة، من أهل الفتح.
من أهل السر، والله يفتح ليك باب ما يتسد، ويوريك ما لا يرى، ويخليك جندي من جنود النور، وتولي سبب في هداية عباد الله، وهذا أعظم مقام. هذا العلم أمانة، ماشي تجارة، ماشي شهرة، ماشي قوة. هذا العلم عبودية وخدمة ورحمة، وأنا غير خادم، راني بحالي بحالكم، كنجرب، كنغلط، كنبكي، لكن كنقول يا ربي وما كنيأسش، حيت اللي قلبه حي راه عمر الظلام ما يتغلب عليه. كاينين 7 د الملوك كبار معروفين في الخدمة الربانية، وكل واحد فيهم عنده اختصاص معين، وكيتعامل مع الناس على قد نيتهم وطهارة ديالهم. ماشي أي واحد يقدر يستدعيهم، وماشي أي واحد يستحق يسمع حتى الطيف ديالهم. هادو أرواح نورانية خدامين في الكون بأمر الله، ما عندهمش رغبات، ما كيساوموش، ما كيتعاملوش مع اللي باغي يسخرهم للحب ولا السيطرة ولا الجلب ولا المال. كيتعاملوا مع اللي باغي الصلاح والشفاء والحكمة والخير للناس والفتح الرباني. نبداو بأول اسم، الملك ميكائيل، وهذا موكل بالرزق وبالنبات وبالخير اللي كينزل على الأرض، بالبركات اللي ما كيبانوش للعين. ولكن التواصل معاه ماشي عن طريق طلب المال، بل عن طريق الرضا، عن طريق القناعة والتوكل، وكتخدم بنية الخير، وكتقاسم الرزق مع المحتاجين. راه كتقرب من الطاقة ديال ميكائيل، وكيبدا يصرف ليك البركة في طرق ماشي عادية. الملك الثاني هو السيد جبريل، هذا هو سيد الملائكة، موكل بالوحي بالإلهام وبالنور، اللي كيدخل القلب منين كتقرا آية وكتحس بشي معنى غريب كيدخل ليك. هاد الإشراقة كتكون من التصريف ديالو. الناس اللي عندهم ميول للعلم والفهم والتفسير للرؤى، راه جبريل كيعاونهم، ولكن خاصهم يطهروا لسانهم، ما يكذبوش، ما يغتابوش، ما يتكبروش بالعلم ديالهم. راه اللي يتواضع كيولي باب جبريل مفتوح ليه. الملك الثالث، الملك عزرائيل، هذا اسمه كيبان مخيف، ولكن راه خادم رباني عظيم، موكل بالقبض، ولكن حتى بالحماية من الموت اللي ما جاش وقته. وهو اللي كيشرف على الأرواح اللي باغية ترتقي، ويعاونهم يطويو صفحات الماضي ويدخلوا في حياة جديدة. إذا كنتي باغي تولد من جديد روحيا، خاصك تدعي الله باش يصفيك ويخليك من عباده اللي كيخدموا مع عزرائيل في التجليات الرحيمة، ماشي في الخوف. الملك الرابع، الملك إسرافيل، هذا موكل بالنفخ، ولكن حتى بالبعث وبالبدايات الجديدة. أي واحد عنده مشروع روحي، أو باغي يرجع للطريق، أو باغي يخرج من ظلمة قديمة، راه الطاقة ديال إسرافيل كتساعدو. ومنين كتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وكتمشي تخدم بنية الحياة الجديدة، راه كيبدا إسرافيل يعطيك إشارات ودفع رباني. ولكن خاصك تكون صادق وتخلي الماضي يموت فعلا. الملك الخامس، الملك رضوان، هذا خادم باب الجنة، والناس اللي كيتعاملوا معاه كيكونوا من أهل الرحمة والسكينة. منين كتلقى راسك ديما مرتاح بلا سبب، كتقوم في الفجر بسهولة، كتقول سبحان الله وكتحسها خارجة من القلب، راه هذه هي طاقة ملك الرضوان. كتقوى كل ما خدمتي على نفسك، وكل ما طهرتي المحيط ديالك من الفوضى والغيبة والنجاسة. الملك السادس، الملك نيكائيل، هذا من الأسماء اللي ماشي معروفة بزاف، ولكن راه كيخدم في الموازنة، في استقرار الطاقة وفي توازن النفس. الناس اللي عندهم نوبات غضب
اكتئاب، تردد أو فوضى داخلية. منين كيتصلحوا كيبدا التصريف ديال الملك ميكائيل كيظهر عليهم، كيبداو يحسوا بالهدوء وبأنهم واقفين على الأرض، ما كيطيحوش مع كل ريح. وخاصك تخدم بالصمت والتأمل والنظافة الطاقية باش تقرب منه. الملك السابع، الملك سمسمائيل، هذا معروف عند العارفين بخدمة الشفاء، وخصوصا الصرع، وخصوصا الشفاء الروحي من التسلطات، من السحر، من العوارض، من الجروح القديمة. الطاقة ديالو قوية، ولكن ما كتخدمش إلا مع اللي فعلا بغى يشفي ويخلي الماضي. منين كتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر، وكتعاودها بنية خالصة، راه كتحس براسك كتخرج من الظلمة وكتحس بشي قوة كتشدك للفوق. وهذه هي خدمة الملك سمسمائيل. كاينين ملوك اخرين خدامين بأمر الله، بحال الملك الهابط اللي خدام في الأرض، والملك الموكل بالماء والنار والهواء والتراب. كل واحد فيهم عنده دور، ولكن باش تعرف عليهم خاصك تكون حي من الداخل، ماشي غير حافظ الأسامي. راه كل ملك ماشي مجرد اسم، هو حالة روحية، هو باب ومفتاحه النية والطهارة والصبر. هنا خوتي خاصنا نفهموا أن الملوك الربانيين ما كيتعاملوش مع الإنسان باش يدير بهم عروض ولا يستعرض بهم القوة. هما كيجيو يخدموا مع اللي خدام لله، مع اللي باغي الصلاح، مع اللي قلبه خاشع ولسانه ذاكر وعينه باكية. وإذا دخلتي في هذا الباب غادي تبدا تشوف العجب، غادي تشوف البركات، الحماية، الشفاء، الإشارات والتفريج، ولكن بدون طلاسم، بلا بخور، بلا حتى شي حاجة، غير النور والذكر لله. غادي نهضروا فيه على أقوى تمارين التجلي الروحي باش تستقبل التصريف الرباني في حياتك. كيفاش تخدم الصمت، النية، السجود والتأمل، وتولي من الناس اللي فعلا الأرواح الطاهرة كتخدم معهم وكتعاونهم، وحتى كيشوفوهم في المنام واليقظة. خوتي وأحبابي في الله، وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي كانت فرصة باش نكتشفوا مع بعضا من الأسرار ديال التواصل مع الملوك الربانيين، وأهمية نية الصدق والتطهر الروحي في هذا الطريق. بحال اللي قلت في البداية، الملوك الربانيين موجودين معنا، ولكن الطريق لهم ماشي سهل، وما كيتطلبش غير تعلم الأسامي أو حفظ العزائم أو الطلاسم، ولكن كيتطلب نية صافية وقلب طاهر وتواضع لله سبحانه وتعالى. الخدمة مع الأرواح الطاهرة ماشي مجرد تسخير أو استعمال، ولكن هي راه كتعاون في الطريق الروحي، هي راحة في القلب وفتح للروح. إذا كنتي باغي تحس بالطاقة ديالهم لازم تبدا تطهر نفسك من كل ما هو سلبي، وتنقي قلبك من الغضب والحسد وكل ما يعكر صفوك. والأهم ضروري تكون متواضع مع الله، وتسعى دائما للخير، وتهتم بالروح أكثر من المادة. نتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم، ولا عجبكم الموضوع خليوا لنا تعليقات أو أسئلة، وديما خدموا بالنية الطاهرة وخليوا ثقتكم بالله هي الأصل. وكما قلت في أول فيديو، حذاري من الصبا اللي كياخدوا الفيديوهات ديالي وكيحطوهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالاسم ديالهم وكينصبوا بهم على الناس. انا راه الرقم الوحيد ديالي راه موجود في الشاشة، ما عندي حتى شي رقم ثاني او اداة للتواصل من غير ذاك الرقم. يعني حذاري من الصبا اللي راهم كيتكاثروا نهار على نهار. احبابي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ونتمنى لكم الشفاء والبركة والتيسير في حياتكم، في أموركم، في ولادكم، ونتمنى لكم كل خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.